بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على خير من هدى الناس رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب في كل مكان، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادق، ونسألك اللهم يا رب دوام النجاة من كل بلاء وبلية، ونسألك دوام العافية والشكر على العافية، ونسألك اللهم الغنى عن الناس يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في رحاب الحلقة رقم 45 من قناة سلام الإعلامية، هذه القناة المباركة. واليوم سنستضيف وإياكم الأستاذ محمد سعد أبو بكر، المعروف بأبو حنيف، وهو أحد الذين يعملون في مجال تدريس وتعليم اللغة العربية في هذه المدينة للجالية المسلمة في مدينة ميلبورن، ومنها جاليتنا الإريترية أيا كان ذلك العدد. لحظات مشاهدينا الكرام ونبدأ حديثنا ودردشتنا مع السيد أبو حنيف، فأهلا ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مرة ثانية أيها الإخوة المشاهدون، ونقول بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه هي الحلقة كما نوهنا سيداتي سادتي، الحلقة 45 في برنامج مع اللغة العربية. وكما نوهت في المدخل، معنا الأستاذ محمد سعد أبو بكر، المعروف بأبو حنيف في أستراليا. أستاذنا العزيز أبو حنيف، أهلا ومرحب بك في قناتك، قناة سلام الإعلامية. أهلا وسهلا، وعليكم السلام أستاذ أحمد شريف. أحيي عبرك المستمعين والمتابعين. بارك الله فيك. أستاذنا أبو حنيف، أنت مدرس لغة عربية في مدرسة سانشاين أرابيك سكول هنا في مدينة ميلبورن بأستراليا، ومعك طبعا عدد من الطلاب من الجالية الإريترية ومختلف الجاليات الإسلامية في مدينة ميلبورن. أستاذ محمد، كده عشان نعمل مداخل تاريخية كده، أبو حنيف أنت من مواليد وين في إريتريا؟ وأبدأ لنا من الخلوة ثم إلى أن تخرجت في السودان الحبيب، الوطن الثاني العزيز. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. أولا بشكرك في استضافتي لقناة السلام الإسلامية، وبارك الله في سعيك ومجهوداتك التي تقدمها للمجتمع المسلم بصفة عامة والمجتمع الإريتري بصفة خاصة. يعني خدماتك للغة العربية عبر وسائل الاتصالات المتاحة يعني احنا بنشاهدها وبنتابعها. سؤالك، برجع لسؤالك. أنا من مواليد حقات حقات يعني في إريتريا، تقع غرب مدينة كرن، ونشأت في تلك المنطقة حتى ما في مدينة حقات في الداخل، من ريف في مدينة حقات اللي هي منطقة اسمها منطقة تنشية. ترعرعت، ولدت وترعرعت وكبرت في، عشت يعني معيشة زي ما تقول يعني رعوية وبدوية الحمد لله، وكانت جميلة. اليوم أنا متذكر أشياء كثيرة جميلة عشناها، وبتساعدني حتى في فهم النصوص وقت أقرأ، بقارن بالحالة التي عشتها هي في طفولتي أو في عمري المبكر، يعني من يوم واحد زي ما تقول، يعني ليه 14 سنة عشتها في إريتريا بعد أن انتقلت إلى السودان. بدأت دراستي للخلوة في واد شريفي، في خلوة همش كريب اللي هي خلوة علي بيتاي، بيقولها خلوة علي بيتاي، قسم من خلاوة علي بيتاي في همش كريب. فمنها يعني درست المراحل الأولية في معهد أنصار السنة بواد شريفي، ثم انتقلت إلى بانت، ومن بانت إلى معهد أم درمان العلمي في أم درمان، من معهد أم درمان العلمي إلى جامعة إفريقيا. من إفريقيا تخرجت واشتغلت في مطبعة المصحف الكريم في إفريقيا العالمية برضو. بعد
تم الرزق الذي كان كتب لنا أن نأكله وأن نعيش في السودان. ثم انتقلت إلى أستراليا في عام 2006. الآن أنا أعيش في أستراليا وبين أبنائي أب ل4 ابن و3 بنات. ما شاء الله. والحمد لله. بارك الله. بارك الله فيك. جزيت خيرا أستاذنا أبو حنيف. بما أنك خريج تربية لغة عربية وعلوم إنسانية، الدراسة كانت كم سنة؟ 4 سنين؟ 4 سنين. طيب، كتب بالله ذكرياتك عن هذه اللغة. وطبعا أنت بما أنك أنت رجل معهدي، والمعهديون دائما مشهورون بحبهم لهذه اللغة الشريفة التي نعمل لها وبها ومن أجلها. فكذا أبو حنيف، ادينا ذكرياتك اللغوية في الجامعة، وبرضو إذا دار ترجع للمعاهد ودورة في ترسيخ هذه اللغة. المجال مفتوح لك أبو حنيف. شكرا للمرة الثانية. حقيقة أنا درست في معهد أنصار السنة، والاهتمام باللغة العربية كان ما يقل عن اهتمامات المعهد عن الدراسات الإسلامية والإنسانية. فكنا يعني بندرس اللغة العربية 5 أيام، يعني المادة ما كانت تتخلف من الأسبوع كله. نعم. فبدأنا مع معلمين كرام أتذكرهم إلى الآن، يعني والله يا ريت تذكر لي أسمائهم. نعم. الأحياء منهم ربنا يحفظهم، اللي هو أستاذ أحمد بخيت وأستاذ محمد سعيد أحمد، يعني مقيمين في كسلة. وكانت فترة جميلة. بدأنا أبجديات اللغة العربية معهم، من الأجرومية إلى اللي هو قول معي التحفة السنية، ثم مرورا بقطر الندى وبل الصدى أنتم وإلى ما خليتوا حاجة. ما شاء الله، دي أمهات الكتب يعني. نعم، الكتب الأساسية. ودرست باقي كتب اللغة أو كتاب اللغة المهمة، اللي هو ألفية ابن مالك، البعض منها في السنة درمان. وكانت حقيقة جميلة وممتعة، والحمد لله مررت بمعلمين يجيدوها إجادة يعني. يا سلام. الأساتذة أحمد بخيت ومحمد سيد أحمد، محمد سعيد أحمد، نعم. هم سودانيين نعم. ولا إريتريين؟ لا إريتريين. خلفيتهم من معهد عنسبة، من معهد عنسبة. وكانت حقيقة كان درسوها ودرسوها يعني في أجمل طريقة ممكن أستاذ بيوصلها لتلامذته يعني. عشان كده علاقتك باللغة قوية يا أبو حنيف، ونحن عشان كده اخترناك في هذا اللقاء. وطبعا أبو حنيف أبو حنيف مشاهدينا الكرام هو رجل مشغول، ويعني المهم حاولنا كل المحاولات حتى نجحنا في نتشرف بك دائما أبو حنيف، وإن شاء الله ما تحرمنا من طلاتك. طيب، اللغة العربية مقارنة يعني أنت طبعا من 2006 في هذه المدينة ولغة إنجليزية، والذي درس اللغة العربية ويعيش في مجتمع غربي يتحدث اللغة الإنجليزية، أكيد أنت مشاهداتك وملاحظاتك ليس ككل الناس. فبالله كيف وجدت تميز هذه اللغة من بين اللغات العديدة وتحديدا اللغة الإنجليزية؟ لو قلنا لك يعني ما هي مميزات هذه اللغة في الغناء، غناها بمعنى ثراء، وفي نفس الوقت تراكيبة وجملة وإعرابة وأشياء. جميل. حقيقة يعني خليني أمهد بكلمة كلمتين قبل ما أدخل في الموضوع بتاعت تفضل كما شئت. مقارنة اللغة العربية باللغة الإنجليزية أو باللغات، حتى بلغاتنا نحن، لغاتنا من التجري والتجنية والبلين يعني. فالحقيقة يعني هي أول آية من آيات الله. اللغات كلها آية من آيات الله تبارك وتعالى، فهي دليل على قدرة القادر، حيث أنطق أي إنسان بلغة يعني لا يستطيع عليها إلا الخالق. وأنطق الجن والإنس، يعني حتى الجمادات والحيوانات لها لغات يعني. صح.
واللغات ممكن تسمى لسان القوم ويا كلام القوم أو لغة القوم أو منطق القوم كما هي وعلمنا منطق الطير يا لغة الطير. فالحقيقة أنا وقت قدمت إلى أستراليا ما كان عندي لغة إنجليزية زي ما تقول، يعني يا أولاد معاهد، لكن أنا آمنت أن معرفتنا باللغة العربية سهلت الأمر عشان نعرف اللغة الإنجليزية في زمن يعني ما أخذ معي، أنا شخصيا ما أخذ معي، يعني ما احتجت من البداية مترجم للغة الإنجليزية يعني. فقوة اللغة العربية أو المهارة باللغة العربية يعني هي بتسهل اللغات الثانية. يعني أنت لو تعرف الإنجليزي ما بالسهولة بتعرف العربي، لكن من الأشياء اللي فهمتها أنا اللغة العربية هي لغة عصية وقوية، يعني تعلو على الأخريات وبتسهل الأخريات يمتطيها اللي يريد أن يتحدثها يعني بطريقة سهلة. فاللغة العربية ثرية زي ما قلت، مفرداتها، مترادفاتها، أمثالها، حكمها، يعني ما تجده في اللغات الثانية يعني. فهي لغة يعني أولا يعني زي ما تعرف هي اللغة مرجعها الكتاب والسنة يعني. فما يعني اللغات الثانية قواميس مكتوبة من قبل البشر، لكن اللغة العربية قاموس هو القرآن الكريم، فجمالها لا يوصف. هي لغة جميلة ولغة تعلو كل اللغات، ومن يجيد اللغة العربية بيسهل له يعني إجادة اللغات الأخرى. جميل جدا. يبقى يعني وعشان كده يعني من يعرف اللغة العربية كما قلت، وأنا دائما أقول إنه من السهل أن تتعلم أي لغة حتى في مرحلة الكبر إلا هذه اللغة. اللغة العربية لها سر أن تتعلمها في فترات عمرية يعني محددة، وفي نفس الوقت لا بد إذا أردت أن تجيدها ولا بد أن ترتبط ارتباط وثيق بالخلاوة والقرآن الكريم عشان ما تجيد إجادة كبيرة. شيخنا أبو حنيف، أنت درست القرآن على يد الشيخ مين؟ على يد الشيخ عبد الله اسماعيل في الخلوة، يعني شيخنا من ناس قول معي من ناس عواد من سبدرات. سبدرات ما شاء الله. نعم. بعد ما تحولنا المعهد درسته مع الشيخ محمد نور عبد الله، ربنا يرحمه، توفي قبل سنة. الله عليه، ربنا يتقبله. كان رجل مقرئ ورجل يعني الآن أنا كلما أتذكر يعني مستواه العلم في القرآن والتجويد وأحكام الشريعة، يعني كنت بقول يعني بيني وبين نفسي نحن عندنا ناس يعني أمثال هذا الرجل يعني ما اهتممنا بهم وحتى غادروا دنيانا الفانية. سبحان الله، ربنا يتقبله. نعم. ولذلك نقول الجاليات. نعم تفضل. من ضمن يعني الأشياء اللي استفدتها منه يعني علم التجويد. فكلما يذكر آية أو لفظ بيتعلق بحكم من أحكام التجويد بيورد القصيدة بتاع كما قال شيخكم الجمزوري، وبيخش طوال على بيت شعر. يعني كان رجل له علم غدير وفي نفس الوقت أداؤه كان جميل وتعلمنا منه كثير. الآن كنا بندرس في فصل، الحمد لله عدد مننا في السعودية بيشتغل في الجامعات، وعدد من الشباب تحولوا إلى الأكاديمي في المدارس وخرجوا دكاترة، يعني الحمد لله. يا سلام يا سلام، لله الحمد من قبل ومن بعد. ولذلك نهمس في أذن الجاليات الإريترية المتواجدين في بلاد المهاجر ومدن الشتات اهتمامكم والله باللغة العربية أيها الناس داخل بيوتكم، والحديث مع أبنائكم باللغة العربية سيسهل عليهم وعليكم اللغات التي ينبغي أن تتحدثون بها، إنجليزية، فرنسية، إن شاء الله يابانية، يعني أي لغة. لأنه يعني في هذا الكتاب ربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وجزء من الشيء هو هذه اللغات الألسن كما ذكرت شيخنا أبو حنيف. ولذلك نحن يعني نهيب والله
لما نشوف الناس زي ما أنت عارف أستاذنا أبو حنيف، غير العرب من المسلمين، يعني اهتمامهم بهذه اللغة، لما تقول لهم أنا لغتي الأولى اللغة العربية، بالله شوف الإحساس والشعور الذي يظهروه لك أبو حنيف ولك، أعتقد تجارب ومواقف كهذه. فكذا بالله يحكي لنا من مكانة اللغة عند غير العرب من المسلمين، على الأقل في هذه المدينة التي نعيشها أبو حنيف. شوف يا أستاذ أحمد، أولا اللغة العربية الناس بتقول هي اللغة يعني بيتحدثها يعني قول بين 300 ل 400 مليون. يعني أنا بختلف قليلا، يعني بحين علمي في الاطلاع ما كثير. اللي بيتحدثوا اللغة العربية ما قلال، بس اللي بيفهموا اللغة العربية أقل. يعني من قرأ القرآن بيتحدث العربية، يعني أيا كان سواء نعم، كان عندنا أكثر من مليار كده يتحدثوا اللغة العربية. نعم. بيتحدث اللغة العربية، ففهم اللغة العربية والتحدث بها هذا هو الإشكال. وهنا يعني بنشوف من يتحدث اللغة العربية أو من يقول أنا أستاذ لغة عربية مقدس عند المجتمع، كأنه يعني بيعتقدوا الرسالة أتت إلينا باللغة العربية ونحن من الناس الذين استقبلنا الرسالة. ففي اعتقادهم يجب يعني من حقنا، هنا في اعتقادهم من حقنا يعظمون هذا في رأسهم، يعني ما من عندنا. لكن يعني اللغة العربية كما قلت في هذه البلاد يعني لها اهتمامات، حتى اهتمامات حكومية يعني مثلها ومثل اللغات الأخرى، والإقبال فيها أكثر من اللغات الأخرى، يعني ناس مقبل عليها نعم. وناس بتجتهد. فأنا بؤمن يعني الطفل في الأعمار الأولى يعني بيتلقى، ما احتمال ما بيتكلم لكن بيخزن. وبالتحديد لو كان الخلفية حقه خلفية ناطقة باللغة العربية، حتى لو ما ناطقة تعلمت اللغة العربية، فالبيت بيمارس اللغة العربية، الطفل بمرور الزمن حيتحدث. فأنا من سياستي في مدرستي يعني بحاول دائما الطفل بيقرأ ويكتب مم. أكثر من التحدث، لأن كل ما تحاول تتحدث معه بينتقل للغة اللي يجيدها هي اللغة الإنجليزية. لكن بمرور الزمن حيفتح لسانه ما دام البيت بيتكلم اللغة العربية. فناس كما قلت ما تكسل بتحاول بتغذي هذه الأواني. يعني الأطفال باعتبارهم يعني إناء بيخزن، وفي يوم من الأيام حينفجر في رأسه، ده هتطلع وحيتكلم بإذن الله. حتى سهل له اللغة الثانية التي يعمل بها. أبو حنيف، مم. أبو حنيف كده ندخل الآن لمدرسة اللغة العربية في منطقة سين شاين في مدينة مم. ملبورن. حدثنا عن هذه المدرسة، بداياتها وطريقة عملكم وفيما تركزون. تمام. الحقيقة نحن طبعا فرع من مدرسة اللي هي سانشاين، وإحنا فرعنا في منطقة اسمها كنزنتون. مهم. يعني كان المنطقة بيغلب عليهم إريتريين وشوية عرب وصوماليين. كويس. فنحن نبدأ بدايتنا بكتب يعني تعليم الأبجديات. أولا نقرأ الحروف العربية ثم ننطلق يعني في كتاب. أنا الآن بتعامل مع كتاب اسمه اقرأ وارتقي بالإنجليزية، مم. اللي هو ريد اند رايز. فكتاب جميل وجدته. يعني من قبل كنت بتعامل مع كتب يعني مناهج، ما عندنا طبعا منهج مكتوب في الدول العربية إلا منهج الآن ظهر، هو منهج مكتوب في أمريكا، مم. اللي هو كان واحد اسمه فضل عبد الله، اعتقد سوداني من الاسم. فكتاب جميل. لكن انا بتعامل مع كتاب زي ما قلت لك اقرا وارتقي. هو كتاب يعني بيهيئ الطفل لقراءه القران. ما شاء الله. فبتدرج بعد ما يحس الطفل هذا قرأ القرآن وبيقدر بيتهجأ وبيقرأ، بنتقل إلى
لغة عربية كتاب زي ما قلت لك، كتاب القراءة العربية، اللي هو كتاب منهجي بيبدأ من الكتاب الأول إلى الكتاب الثاني عشر، ووجدته كتاب جميل يعني. جميل. ليك كم في المدرسة دي أستاذ محمد؟ أنا أسست المدرسة في 2011، ما يعني شاء نقول الله. الآن 11 سنة، مش كده ولا 11 كم؟ عام، نعم 11 سنة. 11 سنة يعني. ممتاز. طيب معك عدد من المعلمين؟ الحمد لله، في أم حنيف والسيد مجدي ياسين، اللي هو أستاذ مجدي طبعا مخلص الجامعة في البلد دي. مهم. وبنتعامل، احنا بنقرأ قراءة تقليدية وقراءة حديثة، يعني بقول لك قراءة تقليدية بالطريقة اللي كنا تعلمنا بها، ما بنمارسها يعني زي ما تقول كاملة، لكن بناخذ منها الشيء الجميل ونضيف طرق التدريس الناس اللي اكتسبتها من هذه البلاد، وهي طرق جميلة يعني. أنا عجبتني، كنت جميل بشتغل جميل. مدارس حكومية كمعلم لغة عربية، وجدت طريقة تعليمهم يعني طريقة بتشبه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي الله هو سبحانه. يعني اللي هو السؤال والجواب، أو تشريك الطفل في المادة، يعني ما الأستاذ ما فقط هو المدرس. احتمال مرات يكون الطفل عنده طريقة بيفهم بها بالأسئلة والأجوبة، فأخذنا بعض الحاجات الجميلة من البلد اللي عايشين فيه في طريقتنا للتدريس للغة العربية. وهي مدارس نهاية الأسبوع مش كده؟ أسبوعية؟ مدارسنا مدارس نهاية الأسبوع، لكن أنا أخذت هذا الخبرة من مدارس حكومية نظامية اشتغلت فيها الزمن يعني. سبتها ولا موجود فيها؟ لا سبتها، ذهبت إلى مدرسة خاصة، مدرسة إسلامية، بعدين سبتها لظروف الأطفال وشغل الأبوين الاثنين، فقلنا واحد بيحول الشغل لحالة لحالة. ومن هنا يأتي الاهتمام بك أستاذنا، لأنك أستاذ لغة عربية وفي نفس الوقت برضو أستاذ تربية إسلامية. طيب أساتذتك في الجامعات كده، نرجع للجامعة، جامعة إفريقيا العالمية، أليس كذلك؟ بلى نعم. نعم. طيب في جامعة إفريقيا العالمية كانت من سنة كم لكم أبو حنيف؟ من 97 ل 2001. 97 إلى 2001. مم. طيب اذكر لنا كده الفتره ديك، فتره طبعا دائما هي فتره الجامعه، فتره التشكل والوعي والثقافه والفكر كمان والله كانت فترة جميلة أستاذ أحمد، ويعني أنا شخصيا ما كنت بتوقع يوم من الأيام حاصل الجامعة طبعا وأدخل الجامعة وأجلس في قاعة الدراسة، لكن يعني زي ما تقول الوقت يكون عندك هدف داير تحققه بيصل يعني بتصل. درسنا الحمد لله مع أساتذة لهم إمكانيات وحريصين كمان لإيصال ما عندهم من العلم. ما شاء الله في اللغة العربية درست مع أستاذ حسن الناطق وأستاذ وداع، يعني ديل يعني لو رجعت في منهج السودان امم يعني تجد أسمائهم موجودة في كتب مناهج السودان ومناهج اللغة العربية بجميع فنونها من امم الصرف واللغة والقواعد والبلاغة. فدرسونا معلمين يعني الحمد لله، كانت فترة جميلة، تلقينا علم شرعي منهم وعلم لغوي وإنساني، كانت فترة جميلة. جميل. ابو حنيف، ما رايك ناخذ فاصل كده قصير ونرجع نكمل ما تبقى من حديث. وانا سعيد جدا بهذا اللقاء استاذنا محمد سعد ابو بكر، المعروف عندنا بابو حنيف، فنستاذنك في فاصل قصير. أيها المشاهدون الكرام، ها نحن عدنا وإياكم في رحاب الحلقة رقم 45 في برنامج مع اللغة العربية، ومعنا الأستاذ خريج التربية واللغة العربية والعلوم اللسانية أستاذنا وحبيبنا محمد سعد أبو بكر، المعروف عندنا بأبو حنيف. أبو حنيف طبعا لا نزال معك في هذه الحلقة. ما رأيك أبو حنيف كونه قناة سلام
تخصص برنامج للغة العربية، ومش برنامج واحد، برنامجين. في واحد برنامج ثاني اسمه في شرف اللغة العربية، بيقدمه الدكتور حامد، له التحية والتجلة والتقدير، وهو أستاذ لغة عربية، وهذا برنامج مع اللغة العربية. فكده دايرين شهادة رجل له علاقة باللغة ومربي أن تفرد قناة سلام، هذه الشبكة المباركة، برنامجين للغة العربية وبرامج أخرى طبعا بتعمل في إطار الوعي للتربية الإسلامية ومعالجة حتى القضايا الوطنية من رؤية إسلامية. الحقيقة أنا بشجع وفكرة جميلة، لأن هي مش خدمة اللغة العربية فقط، هي يعني الاهتمام باللغة العربية هو خدمة للإسلام. فأنت لو أخلص الإنسان الأستاذ اللغة العربية، يعني لو استحضر يعني النية أنه مأجور، يعني لأن هدفه من تدريس اللغة العربية هو دراسة القرآن. فأنت لو هيأت يعني طالبا ما يعني في اللغة العربية، وبسببك عرف اللغة العربية ثم ذهب وقرأ القرآن وفهم القرآن، يكون إن شاء الله ثوابه يعني زي ما تقول متعدي. يعني دي من الأشياء، يعني ثواب متعدي، يعني أنت أفدت واستفدت وأفدت الآخرين، وإن شاء الله يكون أجرهم واصل إلى من بدأ العمل. فأنا بشجع الموضوع يكون ماشي في قناة السلام إن شاء الله، ونحتاج إلى دعمكم طبعا بإذن المولى. لو عندنا بضاعة ندعم بها وآراءكم مهمة جدا. عزيزي المشاهد، لا بد من الحديث والقول إنه أبو حنيف رجل دائما يدعو إلى الخير، وبرضه يخلي الناس فاهمين بأمور دينهم، ولا يكون مجلس عزاء وإلا أبو حنيف يعني يقدم الذين يتحدثون يذكرون الناس بأيام الله، ويذكرون الناس بالحياة والموت، وهي اختبارات كلها. وإذا لم يكن هنالك عالم آخر فهو يتحدث ويوعظ الناس. أبو حنيفة، أنا داير منك برضو، يعني مجالسنا أحيانا بتكون مجالس العزاء تحديدا بتكون ونسات ودردشة وأمور في السياسة وما إلى ذلك، وأنت دائما، وأنا أقول لك يا أبو حنيف قول حاجة وأنت رجل ما شاء الله. أبو حنيف بصوته وشخصيته وجهارة صوته بيفضي ويلقي على المكان ما ينبغي أن يكون، لأن الناس لما يجوا العزاء ينبغي أن يتذكروا أنه هذه الحياة والموت وما إلى ذلك. فكده أبو حنيف حدثنا عن المسألة دي، وهي رسالة في نفس الوقت لمن يستمع إلينا الآن. ومجالس العزاء كيف ينبغي أن تكون؟ تفضل أبو حنيف. سؤالك تقريبا أو مداخلتك كانت في موضوع أبو حنيف شوية اديته أكثر من حجم، اللي هو موضوع المواعظ أيوة، في مجالس العزاء، في المجالس العزاء، وأضيف عليها مجالس العراس كمان. نعم تفضل. عشان تبقى جميلة شوية. فنحن طبعا نحن بين الأفراح وأسراح طبعا، هذه الحياة يعني. نعم نعم. مرة قراراتها مرة بنعيش حلاوتها. فنحن الحمد لله في ملبون مجتمع متماسك، المجتمع الإريتري المسلم، فنكون في جميع مناسباتنا سواء كانت أعراس أو مآتم، يعني بنشارك أخواننا الذين أصيبوا بفقدان حبيب هنا ولا هناك، أو بزيجة مسلمة تكوين أسرة جديدة في أستراليا. فالحمد لله مجتمع تقريبا يعني متماسك، وبنحس، أنا شخصيا بحس أنا ما بعيد من بلدي، يعني أنا عايش مع أخواني. فالحمد لله. فزي ما قال الأستاذ أحمد، يعني إحنا بنتكاتف، ما بقدر بقول أنا بقوم بالموضوع ده، ولكن بنتكاتف مع المشايخ وبننظم المواعظ الدينية في الأمرين. فأفراحنا
وأحزاننا، وما تخلو من قال الله وقال الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. وسلم. نعم نعم. وهو شيء جميل يعني، بدل الناس يخوضوا في أحاديث. فكلام جميل. الأمر يعني طبعا ما كذا، يعني الأفراح طبعا الناس تفرح وتمزح وبتعلق وتتذكر الماضي الجميل. اما في مصيبه الموت او في خبر الموت اللي بيجي من الخارج او بيحصل هنا، يعني مع انني اشكر المجتمع الاريتري في تكاتفه ووقوفه مع المصاب، لكن لو ضبطت لقاءاتنا بضوابط، يعني تقدير الحاله، حاله الموت، والتواسي بالصبر للمصاب وقلة الكلام فيها، كان يكون أفضل وأجمل، لأن نحن أصلا وقت نجي لتخفيف المصيبة على المصاب يعني. نعم. فدي توجيه للمجتمع، وإن كانت يعني والناس يحتاجون إلى تذكير بأيام الله على فكرة، لأنه الحياة في بلاد المهاجر هي حياة روتينية، شغل وطالع ونازل وهكذا. فلما تكون في محطة كده، أنت والله تحتاج أن تستمع وتعمل مراجعة في حاجات كثيرة يعني. نعم. ولذلك حتى لو طال الحديث، نحن بنعمل يعني دي كده بنقدمها يعني على هامش الحديث عن اللغة العربية، ودائما الحديث هو بيكون باللغة العربية. وبارك الله فيك يا شيخ. وشيخنا أبو حنيف كمان من الذين إذا شاهدوا رجلا عفوا يلحن في حديثه، ف طيب وإذا قاعد جنب أبو حنيف يقول لك أمسك يا راجل كده يعني. إذا نصب المفعول أو جر. ما تذكر شبابنا او زملائنا اللي درسوا معنا بيعرفوا يعني ربنا يعافيني من الهفوات بيعرفوا حدتي احيانا في بعض الامور. فمن يستمع ومن يشاهد هذا سيتذكر. هو لا هو إلمام وغيرة في نفس الوقت، كويس يعني. سيتذكر أبو حنيف ما زال ب بال بحدتي تصرفاتي العجيبة، حيقول عشان كده طيب كده احكي لنا من مواقف زي دي وانت في الدراسة ابو حنيف، تذكر شيء؟ والله يا اخي من الاشياء اللي حصلت، كنا في سنة 7 تقريبا، نهينا المعهد في وشريفي ومحولين لمعهد بانت، وين كنت انا ما درست كثير في بانت، فكان في منح تجي من السعودية طبعا. ايوه صح، مع الشيخ يعقوب ساعتها، مش كده الشيخ يعقوب مدير المعهد؟ كان في واحد اسمه فكي احمد الامين، كان ده المشرف المعاهد. الشيخ يعقوب كان مدير المعهد في بانت؟ لا معهدنا هنا في وشريفين مديره كان خضر علي ايمان. نعم، الشيخ يعقوب ده كان مديريته معهد. معهد بانت، ايوه معهد بانت ايوه في كسلة. فمن الاشياء اللي كانت صعبه كل ما اتذكرها بلوم نفسي، يعني مشينا عشان نلقى منح للسعوديه. فالمعهد يعني معهدنا يدار من خلفيات اريتريا، لكن الاداره الفوق يعني هم اخواننا الشماليين وكذا يعني. فحمد الامين ده رجل تقريبا دندوه والله اعلم يعني. خلينا المهم جينا شهاداتنا والجرينا طلعنا شهادات تسنين وتزكيه، وبعد ذاك جينا ندي الشهادات لمكتب انصار السنه في كسل. ادينا الشهادات، بنجي بيقول لنا تعالوا بكره، نجي الليله يقولوا بكره. المهم بعد كم يوم جينا برضه نفس الحاله، فصادفنا اخيرا بعد ما قطعنا الامل خلاص الشغله ما حتتحقق، انا قريت له الحديث بتاع ايه المنافق 3 عديل كده. ايوه. وطوال لمينا اطرافنا ورجعنا المعهد.
ثاني يوم الرسالة بتجي للمعهد هناك، بيقولوا طلاب، واحد من الطلبة قال لنا كلام لا يليق بنا، واحنا ما وصفناهم وصف كامل، لكن قرينا الحديث ومشينا كنا. بس قريتوا الحديث ورواه. فدي من المواقف اللي كانت يعني حادة مع إدارة المعهد، لكن الحمد لله مع ده كل ما يعني حسن السير والسلوك كنا ممتازين يعني. مم. وقصة المنحة بقت كيف بعدين؟ مشوا فيها مين؟ لا لا خلاص ما شفناها تاني، كانت زي ما تعرف يعني الأمور جميل جميل. محاباة، وقريب وبعيد كان فيها، طيب وما الالتحاق. بنلوم فيها مع حدنا، ما بنلوم فيها مع حدنا، مع حدنا كانت العدالة بين الطلبة، وكانت جميلة يعني. جميل جدا. طيب أبو حنيفة، الدخول للجامعة كان كيف في الخرطوم؟ جميل. أنا بعد ما زي ما طبعا مشيت مع حد ما، برضو دي من الأشياء الجميلة اللي بقدر بذكرها. يعني أنا ما كنت فقط يعني معتمد على المعهد، كنت بدرس في حلقات الشيوخ في امم. معهد في مسجد ام درمان العتيق، يا ومسجد سلام. الشيخ التقلاوي رحمه الله. التقلاوي ده يعني رجل عالم علامة، وراجل كاتب كتب يعني، بس ما إمكانيات، كانت إمكانيات محدودة ما طبعت، لكن رجل حتى كاتب كتابة بيده تفسير كامل يعني عن القرآن. يا سلام. فالحمد لله تتلمذت على هؤلاء من فترة لفترة، واكتسبت منهم بعد العلوم الشرعية والعلوم اللغوية. آه كنا في مرة من الأشياء تذكر برضو، كان بيشرح في الفقه تقريبا، امم. فكان بيتكلم في الدماء والقيح والصديد وكده. امم. فذكر الشيخ عنده خلفية بإريتريا، الشيخ التقلاوي رحمه الله امم. يعني. فقال في إريتريا يعني قبيلة من القبائل، أو يعني بتتكلم تجرينيا، بمنطقتها تسمى الدقيح. يا من سلام. الكلام من الكلام بتذكر الكلام ده يعني. فالقيح يعني المهم دخل فيها وربط بينها وبين القيح والصديد والكلام ده. انا طبعا عامل فيها زول ما اعرف البلد دي. ف... آه. فطنش الشغله. الحمد لله تتلمذنا على هؤلاء، ومن درس في ام درمان ومنهم الشيخ حسن سلمان حيعرف الكلام ده، انا حيعرف الشيخ ان شاء الله. يا سلام، نحييه شيخنا الدكتور بحييه من هذا حسن المنبر، الشريف. لعله انا بشاهد يعني برامجه احيانا في في قناه الشبكة. السلام. نعم. ورجل رجل حفظه الله ورعاه، رجل عالم علامه. نحييه والله عبرك، ونحيي الشيوخ كلهم. طيب نعم. ومن هناك طبعا، والوقت ذاك انت كنت شغال لما كنت تدرس، تجلس الى حلقات الذكر وحلقات العلم. لا ك... والله سؤال جميل. هذه سؤالك هذا بيخليني برجع بتكلم على ظروف المرت بينه ونحن ايوه. بندرس. وما بنسى إخوة يعني ذكرتني يعني أخوة فضلاء، يعني واحد ما بينسى فضلهم عليه. يعني كان عندنا مكتبات أم درمان، مكتبات البسطة، المكتبات الإسلامية، يعني ملاك كلهم أولادنا يعني. يا سلام. فإحنا بنطلع من المعهد وماشيين الداخلية، كنا ساكنين في السلمة. ما أعتقد يعني الاترين بيعرفوا الكلام ده كثير، السلمة والكلام ده ناسنا ما ما مر بها. السلمة والمسالمة. فدي شمال المسالمة ما شمال بيعرف. البسطة، شمال البسطة. فكنا ايه. ساكنين هناك في وسط الأقباط، داخليتنا كانت بهناك. هي السلمة والمسالمة. نعم. أيوة. تمام. ف يعني أنت لو طالب وجاورت الشعب السوداني ايا كان، يعني انت ما بتحتاج كثير في في مؤونة المعيشية، فهم بيقوموا وقت يعرفوك انت
موجود في المنطقة وما لك يعني حيلة عشان تعيش يعني بظروف، فهن بيتكاتفوك يعني لكن المنطقة حقنا لسوء حظنا سكننا مع ناس ما هن عندنا الثقافة السودانية دي. فكان عندنا الشباب حقيقة والله بذكر منهم السيد محمد سعيد والسيد محمود والمجموعة دي كلها. حتى الآن أنا كل ما أسافر بزورهم. هؤلاء يعني كانوا يعني خلفيتنا لإطعامنا، يعني ما كنا نهم كثير يا حناكل سلام شنو، فلو اتغدينا ما بنحتاج عشاء يعني. يا سلام، لهم التحية والتقدير والشكر كان الجزيل والله. نعم. كان فترة جميلة قضيناها. يا سلام يا سلام. وعلى ذكر اهتمامك بالقواعد واللغة، أنا أذكر نعم. طبعا برضو زي ما قلت لكم أبو حنيف، لما واحد يتحدث مثلا أمام الجمهور ويشوفه يلحن، يرفع المنصوب ويرفع ويجر المرفوع وكده، فأبو حنيف يقول لك ألعق وكده يعني. فأنا أتذكر نحن مرة في المرحلة الثانوية أبو حنيف، فواحد كان بيقرأ كتاب المطالعة يعني في مادة من مادة اللغة العربية في سنة ثالثة ثانوي، والتحية ولأستاذنا الأستاذ والله أتذكر اسمه إن شاء الله، أستاذ اللغة العربية في المرحلة الثانوية. هو رجل مهتم بهذه اللغة وباعتباره أستاذ لغة. فبعدين واحد قاعد يقرأ ومفروض يرفع الفاعل، وكان الفاعل اسم ونهايته عين، أتذكر حتى اليوم. فهو قال زي مفروض يقول عو في نهاية الحرف يعني، فقال هو قال عي، فأنا قاعد فقلت عو لأنه لحن يعني في يعني مرفوع قام جراه يعني. نعم. عو. فأستاذ اسمه حمد النيل يديه الصحة والعافية، فقال له يا يا راجل يا مغفل قول عو، لأنه في واحد قاعد يقول لك عو بيجاي. قال له ومش الكلمة كلها ذاته، قال له قول عو لأنه في واحد قاعد يقول لك عو، اهتم باللي هناك قال. فأتذكر يعني من المواقف، ومواقف زي دي أنت عندك كثيرة طبعا، وكثيرا ما نجالس أخونا أبو حنيفة لما يشوف واحد يلحن كده يقول له يعني الله يستر يا لطيف كده. كنا نعم. كنا من في إعراب الكلمات طبعا. يعني اللغة العربية فنونة جميلة يعني يا سلام. القواعد طبعا بيهتم بنهاية الكلمة زي ما قال أخونا أحمد، اللي هي صغيرة الضم أواخر والفتحة الكلمة. والكسرة نعم. وما ينوب عن الكسرة والفتحة، ودي من مرونة اللغة العربية كمان. أنت عارف يعني ما إصراره معتمد على وجماليته. الضمة نعم. الظاهرة. نعم. فلو تعذر أن تضم ضمة ظاهرة فلك يعني خيار الألف على الألف على الياء والياء. ف نعم. أضف إلى ذلك الفنون الباقية اللي هي نعم. الصرف والبلاغة. فكلما نقوم بنعرب إعراب يعني كلمة ما، فلو وقف الطالب لأمر ما، الأستاذ بيقول وقف حمار الشيخ على العتبة، بمعنى يعني يا جماعة ساعدوا الشيخ حمار وقف. فكان يعني أسلوب جميل يقول لكم الحق ودراسة يعني. كانت حلوة. وأحيانا بيقول لنا في الإعراب مثلا تقول جاء محمد، جاء فاعل، جاء فعل ومحمد فاعل، ده أسلوب المدارس السودانية. ولكن في المعاهد ضروري بتعرف إعراب كامل، جاء فعل ماضي مبني على الفتح وبعد ذاك محمد فاعل فكان عندنا طلاب بيجوا من المدارس بيتحولوا دايرين يطبقوا نفس النظرية، فبيقول لهم الشيخ لا 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 لا، نحن ما دايرين إعراب المدارس. زي ما تقرأوا القرآن في المدارس حم عسقة لسورة يعني حاميم عين سين قاف، بيقول لهم ما دايرين نسمع كلام جاء فاعل وجاء فعل ومحمد فاعل، دايرين شغل كامل. نعم. نعم. فكانت
يعني جميلة استمتعنا بمعلمينا، ربنا يرحم المتوفي وربنا يرزقنا الصحة والعافية لمن هو وهي في خير. ميزة اللغة العربية، يعني حتى تميزها في الإعراب. هسي مثلا لو جينا مثلا دايرين نقول جاء محمد بس، يعني وخدتيناها باللغة الإنجليزية حنقول محمد كيم مثلا، وخلاص حتقول محمد فيرب فعل، وسوري محمد ناون. سبجكت، ناون السبجكت الناون وذاك فيرب، انتهت الشغلة. لكن في اللغة العربية كما تفضلت أستاذنا حتقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أليس كذلك؟ نعم. شوف يا أبي حميد، اللغة العربية حقيقة حتى في الإعراب ومفرداتها غنية. فمثلا جبت مثل بالإنجليزية قلت يعني go went، يعني لكن لو جيت اشتقاقات اللغة العربية يعني نعم. كلمة ذهب، يعني شوف اشتقاقات من مفرد الذهب حتأتي بعدد من المشتقات، يعني نعم. نعم. ذهب، يذهب، الذاهب، ذهابا. يعني مذهوب. لكن يعني نعم. الإنجليزية كلمة كلمتين وبعد ذاك تقيف. ده ترى اللغة العربية اللغة غنية صحيح. بمفرداتها وبمشتقاتها وبمرادفات الكلمات. يعني كلمة يعني تتحمل وجهين من الأوجه، فعلى حسب نعم. الموقع تفسر الكلمة يعني. فاللغة العربية لا لغة مثلها، يعني لغة نعم. غنية، نعم. نعم. وغناها وفضلها اكتسبته من من القرآن الكريم والسنة النبوية. نعم. نعم. شوف حتى أن اللغة العربية من يقرأ بالروايات أفصح من الذي يقرأ برواية واحدة. شوف سبحان الله. نعم. أيوة طبعا، هو هناك بيقرأ يعني 7 روايات مثلا، بيقرأ لغة 7 أقوام من أقوام العرب. نعم. نعم. فاللغة كلما تقرأ منها أو تقرأ فيها تزيد علما وجمالا نعم. نعم. صدقت والله. وبالعودة إلى جاء محمد، يعني مثلا هسي محمد يعني متعة اللغة العربية في أنه إعراب ذاته فيه المتعة كما تفضلت. يعني محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وزي ما قلت مرات يمنع من ظهورها الثقل، ومرة يمنع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وأنت تمام. سيد العارفين. وأحيانا وحتى لما تجي ذاته علامات الرفع، يعني والله أنا ما نعرف اللغة الإنجليزية زي ما بنعرف اللغة العربية. يعني لما تقول للرفع 4 علامات، الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. شوف اللغة دي جمالها كيف يعني. لا ما توصف. ما توصف جمالها في إعرابها، وجمالها في تراكيبها، وجمالها في أنغامها يعني. ولذلك هذه اللغة طبعا ربنا ما نزل كتابه الأخير ونبيه الأخير بهذه اللغة العربية المبينة. أبو حنيف كده بشكل صريح مجتمعنا الإريتري الذي تعايشه والذي تتابع عبر الميديا الجديدة دي في مختلف مناطق الدنيا، يعني بالله هل مهتم بهذه اللغة بالقدر الذي ينبغي أن يكون؟ نحن ما نديها هسي بعدها السياسي، لكن أنا دائما أقول اللغة العربية هي لها بعد ديني وبعد سياسي وبعد ثقافي في المجتمع الإريتري، لابد أن نفهم بهذه الطريقة. فأنت بالله مجتمعنا ده قاعد يهتم بهذه اللغة التي تعتبر رمانة الميزان في المجتمع الإريتري لأبعاد الكثيرة يعني. فكيف تتابع اهتمامنا نحن كإريتريين بهذه اللغة؟ المهم سمعت اهتمامات المجتمع الإريتري باللغة العربية. يعني ده اهتمام، يعني الميديا العربية ما أعتقد هي على مستوى الإعلام أو الخدمة زي ما يخدموها يعني شركائنا في الدولة. يعني مثلا التجرينية يعني مهتمين بلغاتهم أكثر من اهتمامنا نحن باللغة العربية. يعني الشعب العادي أو الإنسان البسيط
يعني عنده إمكانيات محددة بيعمل وبيقوم بها عشان يحافظ اللغة العربية في نفسه وأولاده، لكن بثها للآخرين ما حيقبل إلا عبر قنوات مثل قناة السلام. ودي ضروري من تضافر الجهود يعني عشان الناس بتخدم لغتها، وهي ما هي لغة كلغات، يعني هي لغة ودين. يعني واحد يعني ما بيفهموا للغة العربية يكون زاد عن الآخرين في فهم الدين يعني. فلغة الدين حتى لو ترجم القرآن ولا السنة النبوية للغات أخرى ما هي بمستوى أنك قاعد تقرأ الأصل يعني. فأنت قاعد تقرأ يعني في المعاني. شيء ناقص، المعاني، في نعم. الأمثلة العربية ناقصة والحكم والأمثال. فالناس يعني من الضرورة أن تجتهد وتعمل يعني نشر الثقافة الإسلامية، مش بهدف أنها سياسية ولا لغة ثانية في البلد ولا لغة ثالثة. أنا من الناس اللي ما بقتنع بالكلام ده كثير، لكن كلغة دين ولغة الثقافة ولغة يعني لغة حقي، فضروري ناس بتعمل. يعني واحد يعني لو ما حافظ في لغته بمعنى قاعد يضمحل ثقافيا حتى يحل محله يعني ثقافة أخرى. جميل. أنت قصدك يعني مثلا ما يقدم في المحتوى في المراصد العربية الإريترية في الخارج، ما يقدم كمحتوى هو دون المحتوى الذي يقدم في اللغات الثانية، أم أنه التفاعل والتعاون مع المشاهد العربي مع ما ينبغي أن يكون عليه مع قنواته ليس بذلك المستوى؟ والله ممكن اللوم يكون للاثنين للقنوات لكن اكثر اللوم يوجه للمتابع. المتابع ده صاحب القناه بيجتهد قصارى جهده وبيد من زمنه عشان يرفع مكانة اللغة. فلو ما وجد متابع، المتابع لو ما بقى بنفس الإحساس وبنفس الشعور، لو ما تفاعل يعني ذاك آدم هو وقت يشوف ما في تفاعل يعني حيخفف من جهده لل... للخدمة. فناس يعني لو تفاعلت مع بعض تقدم مادة، المتلقي والملقي مع بعض لو تفاعلوا تكون العملية جميلة والثمار يكون أكثر. جميل جدا. جميل. أستاذ محمد سعد أبو بكر المعروف بأبو حنيف، مع الشكر الجزيل نحن قربنا نكمل معك الحديث، وإن شاء الله ما آخر لقاء، ولكن نحن كده دايرين برضو من الحاجات العالقة في الذاكرة من أيام الدراسة فيما يتعلق باللغة العربية، من القصائد، من المخطوطات، من الخطب المعروفة. الناس بتحفظ أشياء كثيرة من أيام الطفولة، فبيش تحب تختم لنا أو من القصائد التي تعجبك، ومن الشعراء أنت مثلا كان بيلفت انتباهك أكثر، شعراء المناهج التي درست عليهم يعني. فكده ادينا كده روحانيات كده يعني. شكرا جزيلا أبو حميد. حقيقة أخوك طبعا رجل يعني ما شاعر ولا حفيظ، ايوه. لكن أنا من الحاجات الحلوة اللي بحسها وقت يعني أقول فيها طفولتي كانت جميلة وأكسبتني شيء الآن أنا بمارسه، اللي هي البدوية اللي عشتها في إريتريا. يا سلام. فأنا عشت في منطقة يعني راعوية وزراعية بين حجاز وكرن. هي منطقة صغيرة لكن يعني أهلها معتمدين على الخريف للزراعة وعلى البهايم طول السنة. فكنا منذ الصغر أعمار إيه زي ما يقولوا بدينا بنرعى الغنم وتطورنا رعينا البقر وبعنا واشترينا بين كرن وحقاد. فالحاجة الجميلة اللي ما بنساها اللي اكتسبتها من الزمن ده
اللي هي وقت أقرأ السيرة النبوية، وقت أقرأ السيرة النبوية بستمتع، بربطها بالحياة دي. يا سلام. فوقت أقرأ أوصاف الغنم، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وكيف كانت متعبة، وقت اتذكر يعني أقرأ في غار حراء الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه دخلوا الله عنه. الغار، وكيف العنكبوت جات بنت. أنا بتخيل وبفهم السيرة دي كأنني عايشت يا الحياة سلام. اللي عاش الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وفي ذلك دي أختم بيدي، لأن الشعر الآن ما تدخلنا في اختبار. نحن في مناطق بلد، مديح أسمع، يا في بلد أبو حنيف. أبو احنا حنيف عايشين في بلد قريب تنسينا القرآن. خليك الشعر الإنسان، الشعر العربي. ما شاء الله القرآن في صدوركم، صدور المؤمنين. بارك الله فيك. المنطقة ديك مناطق مادحة مش كده؟ ها؟ مادحة يعني يمدحوا فيه المديح كان ايوه كثير. ايوه، انت رجل طبعا، رجل عندك مدحات صوفيه، عشان كده داير مني ديك انت تقريبا. ما تذكر لنا من المدايح في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ بيمدحوا، لكن اخوك كان انصار السنه منذ الصغر يعني. ايوه، ولكن في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم يمدح يعني، لانه ايوه ايوه، نعم نعم، ما نختلف. يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بانت الان سعاده فقيد الان قبوله. مع وجود الشيخ احمد ود الشيخ شريف، نحن ما دارين نطفل لا لا، ابشر اسمع والله. في بضاعه لا نجدها كثير يعني. ابشر والله، والشيء بالشيء يذكر ابو حنيف. انا والدي رحمه الله عليه، طبعا المدايح ليس علم، المديح ليس علم، ولكنه شيء يحبب الدين، يحبب الدين الى الناس يعني، او يخليك قريب شويه، وبعد لابد ان تتفقه في دينك. وزي ما ورد في حديث المصطفى: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والتفقه في الدين والعلم. فوالدي رحمه الله عليه وانا طفل صغير ابو حنيف مسك يدي كده، وانا كنت ختمت القران وانا صغير يعني، والحمد لله يعني. فدار يدخلني المعهد الدين الاسلامي مع الشيخ عبد الله الزوز، عبد الله الزوز رحمه الله عليه، مؤسس ومدير معهد غردات الاسلام. فدخل على الشيخ عبد الله، والشيخ عبد الله رحمه الله عليه رجل يكسوه الوقار، وقار العلم والعلماء، وكان رجل سلفي يعني، رحمه الله عليه وعلى كل الاساتذه الذين درسونا في المعهد، وهي سنه واحده، له الحمد والشكر. فدخلنا كده على المعهد، فقال: السلام عليكم. قال: شريف في شنو؟ قال له شيخ عبد الله. قال له: سيدنا عبد الله اللي ولنا احمد معهد قلنا نسجل لنا حد لنا بالعربي كده بالتقريت، والتقريت عربي ذاته، ولنما هي ولدنا مش كده. فقال له شيخ عبد الله، قال له شريف اللي ولكن وشيكو، قال له ما هو صغير ولدك ده. قال فقال له سيدنا عبد الله: نوش ما من قبي قرآن قارئته ومادحته. قال له تمام. لازلنا معكم مشاهدينا الكرام، الصورة حتجينا بتاعت أخونا أبو حنيف. فقال له: قرآن قارئته ومادحته. قال له كمان. فهو والدنا دار يرفع سقف الحكاية يعني عشان أقبل في المعهد. فسيدنا عبد الله بكل يعني حكمة العلماء يعني، فقال له: شريف قرآن علمته، قال له، لكن مديح علميكو، قال له. شوف الحكمة يعني. فالوالد برضو بأدب المتعلم رحمة الله عليه قال له: سيدنا علموا يعلمون واسكم تأمروا، انتم تأمروا. قال له، وفعلا قال له، لكن قال له كده نختبره. قال له فاختبرني، اختبرني وقريت يعني، قراني كذا في القرآن الكريم. قال له الكلمة اللي قالها وأنا أذكرها، قال له: فعلا يا شريف ولدك قرآن قارئته. قال له قارئ القرآن ويقبل. وأنا قبلت في المعهد وعمري تقريبا 10 سنين تقريبا. فعلا قرآن قارئته ويقبل الطالب أحمد شريف كده. قال
وشكر الوالد وطلع. فعلى رأيك المدائح ليس علم، ما في شك يعني، لكن نحن تعلقنا به شعرا وكذا، ونحب المدائح النبوية ونمدح بالطريقة التي ينبغي أن يمدح بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، دون غلو ودون يعني مبالغة. وطبعا في شطحات كثيرة في أهلنا الصوفية، وربنا يهدي الجميع إن شاء الله. أنا سعدت بلقائك شيخنا وحبيبنا الغالي الأستاذ محمد سعد أبو بكر أبو حنيف، متعك الله بالصحة والعافية، وجعلك ذخرا وسندا لدعم هذه اللغة أينما حللت وأينما ارتحلت وأقمت. لك التحية يا سيد الكريم، وإن شاء الله نلتقي بك في مناسبات قادمة. لك إذا عندك كلمة دار تقول تفضل. جزاك الله خير أحمد شريف في هذه الاستضافة، وإن شاء الله أكون لملمت أطراف الحديث، وإن كان ما كان مرتب، وإن كان في خير إن شاء الله يفيد الجميع، وإن كان غير ذلك عفوا عننا، أخذنا من زمانكم، وشكرا جزيلا والسلام والله عليكم. أتحفتنا وبارك الله فيك، لكم الشكر أعزائي المشاهدين والمتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب وفقنا لما تحب وترضى، وإن شاء الله نتمنى لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.